هاد الشي ماشي عادي. واقعة كتقلب الموازين في إسبانيا، والبطل هاد المرة موهبة مغربية خارقة. كل شي كان كيظن أن برشلونة سدات الملف، ولكن تقرير سري من قلب الفالديبيباس قلب الطاولة على الخوان لابورتا. في القناة وفعل الجرس باش تبقى دائما في قلب الحدث. يلا نبداو. باش نكونوا صادقين معاكم وما نكذبوش على بعضياتنا، هاد الضجة كاملة نايضة على واحد من أفضل المواهب اللي دازوا في تاريخ المنتخب المغربي للشباب. احنا كنهضروا على محمد حموني، اللاعب اللي سحر الكل في كأس العالم لأقل من 17 سنة. الحكاية بدات من حموني قرر ما يجددش العقد ديالو مع نادي لو هافر الفرنسي، وهذا القرار خلاه يكون صيد ثمين ومجاني لأكبر الأندية الأوروبية اللي كتسناو غير الفرصة باش ينقضوا عليه. برشلونة كانت هي السباقة. الكشافة ديال بارسا وعلى رأسهم ديكو شافوا في حموني بروفيل مثالي لمدرسة لاماسيا، لاعب كيمتلك سرعة كبيرة وقدرة رهيبة على المراوضة في 1 ضد 1. التقارير كتأكد أن النادي الكتالوني كان كيخطط يجيبه للفريق الرديف مع وعد بتصعيده للفريق الأول في أقرب وقت. حموني بنفسه في أكثر من مناسبة بين أن برشلونة فريق كيحلم به أي لاعب صغير، ولكن هنا فين كتجي الصدمة اللي ما كانتش في الحسبان. ريال مدريد اللي عندها شبكة كشافة قوية في كل أنحاء العالم دخلت الخط بكل ثقلها. الميرينجي بغى يرد الصرف للبارسا من بعد صفقات سابقة. فلورنتينو بيريز بغى يكرر سيناريو آردا جولر، حيث اتصلوا بمحيط اللاعب وعرضوا عليه مشروع رياضي كيبان خيالي. هذا الصراع خلى الصحافة الإسبانية مثل ماركا تتحدث على كلاسيكو مصغر خارج الملعب بين الجبارين. إذا كنتي مازال ما اشتركتيش معنا ما تنساش تشترك دابا وفعل الجرس باش نكملوا الفيديو. في النهاية محمد حموني قدامه قرار مصيري، واش عنشوفوا نجم مغربي جديد بقميص الملكي، ولا برشلونة غتقدر تخطى هاد الضربة وتحافظ على الجوهرة ديالها؟ انتوما شنو كيبان ليكم؟ أما أحسن لحموني مدريد ولا برشلونة؟ كتبوا لينا توقعاتكم في التعليقات، وما تنساوش تدعمونا باللايك للفيديو. هذه قناتكم أحداث تي في. تهلاو.